بص يا سيدي، الناس دول بيستخدموا نوع خاص من الأسفلت المعدل بالبوليمر. النوع ده بيتسخن لدرجة حرارة عالية جدا قبل الاستخدام، وده بيخلي لزوجته تقل، فيقدر يتغلغل كويس جوه الطبقة اللي تحت. الميزة الأهم إن الأسفلت ده عنده قدرة عالية على الالتصاق والعزل المائي، يعني لما يتصب حتى على سطح مبلول يقدر يثبت ويكون طبقة قوية ضد تسرب المية. وطبعا بعد ما يتصب ويبرد بسرعة بسبب المية والتربة بيتحول لطبقة صلبة ومتماسكة. لكن لازم نعرف إن في أغلب الحالات بيحتاج شوية دك وضغط عشان الطريق يفضل ثابت وما يحصلش فيه فراغات أو تشققات مع الوقت. باختصار التكنولوجيا دي معمولة عشان تعالج الطرق المبلولة بسرعة وتديها عزل مائي ممتاز، لكن مش بالسهولة المطلقة اللي ممكن نتخيلها. يعني تخيل معايا، من غير خطوات معقدة الطريق بيتصلح في لحظة وكأنه جديد. انت بقى ايه رأيك في التقنية دي؟ هل ممكن تنجح في الشوارع بتاعتنا لما بتغرق وقت الشتاء؟ قولي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.